أهلا شباب. دلوقتي هنتكلم عن الإضاءة. يعني إيه إضاءة؟ تمام. المحاضرة دي مقدمة ليكم من كورس البلندر بيزك بيجنر. ده متقدم بشكل مجاني على اليوتيوب. مفيش أي مشاكل من كده خالص إن شاء الله. هنتكلم بس على الإضاءة دلوقتي على السريع عشان نفهم الأساسيات الإضاءة، يعني إيه الإضاءة. تمام. خليني قبل ما أعمل أي حاجة هضيف بلين. تمام. وبعد كده هضيف منطقي اللي هو سيزان جميل. صغره شوية، اديله كنترول 2 عشان يتعمل له سب ديفيجن. تمام. شغل سايكل ده ريندر، ونخلي ده اي بي يو، ممكن نخليه دينويزر، ممكن نخليه دينويزر تحت، ونحط هنا ال HDRI. تمام. طبعا اللي انا شرحه ده برضه لسه هشرحه كمان شوية. ما تقلقش من الخطوات اللي انا بعملها، لان دي ستاندرد بالنسبه لي، بعملها في كل شغل عشان بس اظبط الاضاءه بتاعت السين يعني. تمام. فخلينا كده نعمل زد ونقول له ريد. زي ما انت شايف كده بدأ يجيب، واحنا عملنا هنا دينويز. الدينويز كان بيبقى سريع، بيبقى بطيء فجأة، بياخد وقت يعني ما انا بقرا تشيك على النويز بيبقى سريع، لكن طبعا نويز موجوده. فخلينا عشان نشيل ال HDRI الخلفيه ديت، هنختار فيلم ونخليه ترانسبير. تمام. دي كده بيزك HDRI. اللي انا عملته ان انا عملت ريندر سايكل. هو في 2 ريندر، اي في وسايكل. تمام. فاحنا شغالين على سايكل. الديفايس جي بي يو كمبيوت يا اما السي بي يو. الجي بي يو بيستغل كارت الشاشة، ويفضل يكون انفيديا. تمام. السي بي يو بيستغل امكانيات البروسيسور. طبعا انت عندك بروسيسور قوي، عندك كارت شاشة قوي، دايما كارت الشاشة هيأدي احسن من السي بي يو في الحالات دي. جميل. ده كده اضاءة حاجة اسمها ال HDRI. دي اهم من اي نوع اضاءة ممكن تحتاجه. تمام. دي الاساس والريفرنس الشغل ده اللي هيديك القياس بس. تمام. ال HDRI ديت عملناها ازاي؟ بص، لو انا جيت عند الخامة هنا، المنطقة ديت اسمها وورلد بروجرس. تمام. لما انا باجي نشيل HDRI ونعمل سيت اب ليها من جديد، انت هتلاقيها بالشكل ده. هتلاقي بيقول لك السيرفنج ريفيو كذا كذا كذا، احنا هنا القرار. تمام. ده القرار اللي منور السين. لو انا خليت القرار ده تحته، هتلاقي السين بيتنور بالشكل ده. طبعا دي إضاءة غريبة شوية، مش مظبوطة. طبعا ممكن أنور بأي لون اللي أنا عايزه، بس طبعا ده مش صح. تمام. أنت يهمك كواحد بيشتغل إن أنت تضيئه بإضاءة تدي ريالستيسيتي أو واقعية شوية على الموديل بتاعك. تمام. فإحنا عندنا إضاءة ال HDRI اللي لسه بنستخدمها من شوية، وإضاءة الدايركت لايت. الدايركت لايت عبارة عن مصدر إضاءة زي اللمبة أو كشاف أو أيا كان، بتحطه في مكان في اتجاه معين مناسب عشان تقدر تنور بيه. تمام. فخلينا بقى نرجع على ال HDRI دي، نخلي مثلا السيرس بتاعها 0، هتلاقي السين ضلم، وخلينا ننور السين الأول بالإضاءة اللي هي المباشرة. فأنا لو جيت عند السين بالشكل ده، قمت قايل شيفت إيه وضفت لايت، هتلاقي هنا مش كيرف مش عارف ايه، المهم في لايت. هتلاقي فيه 4 مصادر للإضاءة: بوينت لايت، سان لايت، سبوت لايت، واريا لايت. البوينت والاريا هم اكتر 2 بنحتاجهم. السان لايت ما بنحتاجوش قد كده، والسبوت لايت غالبا ما بنحتاجوش الا في حاجات معينه خالص. تعالى كده نفتح البوينت لايت. ده مصدر اضاءه عباره عن بوينت. تمام. ايه البوينت؟ البوينت ده عباره عن لمبه عاديه خالص، بتنور المحيط بتاعها بزاويه 360 درجه، يعني المحيط بالكامل بينور. تمام. لو جيت ضغطت 1 وجيت هنا كده، هتلاقي سوزان متنور من الجنب.
تمام. طيب لو جيت عملت شيفت دي دبليكيت لللايت وقمت من الجهة الشمال منوره بالشكل ده، أصبح سوزان متنور من الخلف مش من الخلف، من الشمال ومن اليمين. دي حاجة بنسميها الريم لايت. تمام. إنك تنور الموديل بي ومرة من الشمال، ده ريم لايت وده ريم لايت. تمام. الإضاءة دي عبارة عن إيه؟ ده مصدر الإضاءة. لو جيت فتحت البروبرتس بتاعته هتلاقيها هنا. تمام. البروبرتس بتاعت العنصر نفسه اللي هو اللايت هتلاقي ده الفيو. طبعا الفيو بتاعه مش واضح، هنا يهمنا النقط دي. لو خدت بالك هتلاقي ده البوينت. لو انت ضفته هنا شيفت ايه وقلت انا عايز اضيف لايت لقيت بوينت سان سبوت اريا، بوينت سان سبوت اريا، معناه ان الضوء اللي انت نزلته اوريدي ده تقدر تغيره اوريدي بالفعل وانت لسه في البلد بتاعك. يعني لو خليته مثلا سبوت اريا هيتحول لسبوت، لو خليته اريا هيتحول لاريا، ولو خليته صن هيتحول لصن. تمام. فمش معنى ان انت ضفته خلاص، لا، انت تقدر لسه تحوله من الاعدادات الداخليه جوه. طيب ما علينا، نيجي للكلر. طب ايه لون المصدر الاضاءه؟ خلينا نكفي ده عشان يبقى اللون اللي احنا شغالين بيه او الاضاءه اللي احنا شغالين بيها هي المصدر الاضاءه الوحيد عشان التعديل يبان مباشر. فالكلر ده لون ابيض، لو خليته بنفسجي هيدي لون بنفسجي، اخضر هيدي لون اخضر. تمام. هو مدي لون ابيض. طب ايه الباور اللي هي ال10 دبليو؟ الدبليو دي اللي هي الوات، دي شدة الضوء. 10 يعني 10 واط. لو خليته 50 الإضاءة بتشد، 100 بتشد أكتر، 500 بتشد أكتر. تمام. كل ما بنزود الباور كل ما الإضاءة بتبقى أشد يعني. طيب إيه الراديوس ده لو أنا زودته، واخد بالك إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ده مسطح اللي بيبث الإضاءة نفسها. يعني أنا مثلا عندي مصدر إضاءة في الدايرة دي بيطلع في المناطق دي، كل ما هيكبر هتلاقي ان المصدر إضاءة هنا فبيأثر على هنا وبالتالي شدته بتقل، لكن المساحة اللي بيصدر منها الضوء بتبقى أكبر، فبالتالي بتنعم الضوء اللي صف على الموديل، فبالتالي يعني بتبان هي أضعف. لكن على حسب بقى أنت محتاج الإضاءة يعني كل ما كبره خالص تلاقي الإضاءة بقت جريتد خالص وضعيفة، لكن منتشرة على الأنحاء كلها. عشان أكمبنسيت النقطة ديت لازم أزود الإضاءة بالشكل ده. تمام. هنرجع الإضاءة لوضعها الطبيعي ونيجي على الباولز ديت هي مقدار ضوء. لما الضوء بيطلع من مصدر الإضاءة، لو افترضنا إن هو فيه نقطة واحدة أو فوتون واحد، لو أنت درست علوم إن الإضاءة ديت عبارة عن فوتون، لو افترضنا إن شعاع الضوء نفسه بيطلع من المصدر يخبط في الموديل فهو بيرتد تاني. لو خبط في نقطة تانية وارتد تالت، فكل مرة بيرتد فيها دي 1 باونس، فانت عندك 1000 باونس يعني هو هيرتد 1000 مرة. دي بتأثر في ايه؟ لو انت عندك كذا يعني منطقة كبيرة متعرضة للضوء بس في الضوء ما بيدخلش كتير للمناطق المظلمة، بتزود الماكس باونس ده عشان الضوء يرتد في المناطق دي اكتر، فبالتالي يوصل لمناطق ابعد فبيقدر ينور. بس في الطبيعي احنا مبنشتغلش. تمام. الاوبشن اللي هو كاست شادو ده اوبشن بيخليني ان انا المصدر الاضاءه ده يدي ظل للموديل على مكان تاني. شايف انت الظل ده؟ هو ده الظل اللي هو كاست شادو. يعني انا بدور حاجه فالحاجه دي بتنور ومن ورا بيبان لي هطل، هو ده الكاست شادو. لو انا لغيته هو هينورها لكن مش هيدي هطل. تعالى نوريه كده. هو نور المنطقه دي خالص وده شادو هنا ورا، مناطق مش واصل لها الضوء لكن مفيش شادو على الارض. هتقابلنا الحاجات دي كده، المالتيبل امبورتانس والشادو كوزيتكس والكلام ده حاجات ادفانسد شويه مش محتاجين نحتاجها. تمام. ده كده المصدر الاضاءه نفسه. تمام. الطبيعي ان احنا بنستخدمه ايه؟ اريا لايت. هتخلي بالك تحول لاريا لايت وبص كده على البوينت لايت. شايف انت مصدر اضاءه ناعم لما تحول لاريا بحد شويه. لو خدت بالك هتلاقي الكولر والباور زي ما هم نفس الاعدادات في القديم. طيب ايه اللي اختلف تحت؟ شيب سكوير. الشيب ده يا اما سكوير اللي هو الشيب بتاع اللايت، يا اما ريكتانجلر يا ديسك، يا اما ديسك يبقى دائري، يا اما سكوير يا اما ريكتانجلر.
والريكتانجلر ليه اكس واي، فاحنا بنسيبه سكوير. والسايز بقى اللي هو زي السايز اللي فات بنكبره منه. لو خدت بالك برضو كل ما هكبره هتلاقي الإضاءة بتخف لكن بتروح لمسطح أكبر. تمام. حتى هتاخد بالك إن الظل اللي هنا بيختفي شوية بشوية وبيبقى أنعم شوية بشوية في كل مرة بكبر فيها أو بصغر فيها بيختفي. تمام. الباقي زي ما هو مفيش أي اختلاف فيه غير مثلا البوم شيب ده لو صغرته أو كبرته بيختلف في إيه؟ إنه مصدر الإضاءة دلوقتي أصبح مستطيل، ما هوش دايرة. الأول كان البوينت ده بتوزع اتجاه الإضاءة بتاعها في كل الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال في كل الاتجاه. لكن لما هو بقى اريا لايت بقى مصدر إضاءة مكعب مستطيل أو مربع، والاتجاه الإضاءة بيطلع في نفس الاتجاه الخط الرأسي ده ناحية النقطة دي. ده الاتجاه بتاع الإضاءة، فأصبح اتجاه الإضاءة هو المصدر ده وجاي في الاتجاه ده، مش ورا مش يمين مش شمال، لا الاتجاه ده فقط. جميل. البيم شيب ده هو الكون اللي بيطلع من المكعب. يعني لو جيت رسمته ده مصدر الإضاءة بالشكل ده، بيطلع في الاتجاه ده. كل ما أكبر الزاوية كل ما المدى بتاع الإضاءة واتجاهها بيوسع أكتر. يعني ده اللي أقصد، كل ما هكبره كل ما هيبقى إيه، هيوسع أكتر، هينور المناطق دي. أنا مضيقه خليها على 68 درجة. طيب لو كبرت تاني هتلاقي إن الدايرة دي بتكبر لأن الأسهم ده بتكبر أهو الشكل اللي أنت شايفه. ولما صغره خالص على مثلا 30 معناها إن الإضاءة أصبحت حادة جدا، يعني تعتبر أشبه بالسبوت لايت. تمام. ده كده بيزك انترودكشن عن الإضاءة ومصدرها. تمام. احنا في الغالب بنستخدم الاني لايت. طبعا لو انا حبيت اخليه سان لايت اضغط هنا، وعادي ممكن اضيف مصدر اضاءة تاني. طيب السان لايت ده بقى عبارة عن ايه؟ لون، تنانس اللي هي شدة الإضاءة، والانجل. تمام. الباقي زي ما هو. طب الكولر زي ما هو، الستريس زي ما هو، نقدر نقلل ونصغر فيه. طب الانجل دي هي ايه بقى؟ دي قصة تانية بقى، يعني نبقى نتكلم فيها على رواقة. المهم ان مصدر الاضاءه مهما اتغير مكانه ما بيأثرش على اتجاه الاضاءه، اللي بيأثر على اتجاه الاضاءه بتاعت الشمس هو الروتيشن فقط، لان الشمس موجوده في مكان ما، واخد بالك؟ فالمكان ده بعيد عن الموديل بمسافات كبيره جدا، فاللوكيشن بتاع الشمس مهما غيرته مش هيأثر على اتجاه الاضاءه، لكن اللي هيأثر هو الروتيشن ده هو اللي بيحدد مكان الشمس في الفضاء. يعني هو رأسي، يعني هو يعني خلاص قايم من الغروب الشروق. يعني في الأول في الآخر الإضاءة بتاع النقطة هو اللي بنستخدمه في الغالب، والإريا لايت والصن والسبوت ده ما بنستخدموش قد إيه. ده كده مصدرين إضاءة، أو آسف مصدر إضاءة اللي هو المصدر المباشر. طيب الغير مباشر اللي هو ال HDRI. تمام. ال HDRI هو إن أنا بضيف للسين نفسه إضاءة محيطية اللي هو الهاي ديفينيشن رينج، ال HDR. الهاي دي مش فاهم كانت بتعمل ايه. باجي هنا في الورد بروبرتيز، باجي على كولر بقول له حط لي environment texture، فبيفتح لي خانة فيها open ونيو، فأنا بقول له open. باجي على HDRI اللي أنا اوريدي حاططها عندي نفتح دي، بيجيب يعني زي بانوراما لغرفة ليها إضاءة معينة مختلفة عن الإضاءات المختلفة اللي انت شايفها قدامك ديت. كل واحدة بعتبر ايه، بيجيب سيميوليشن للغرفة ديت في المكان السين اللي احنا هنحطه، وبيخلي المناطق اللي منورة فيها تكون هي مصدر الإضاءة، فبيديني إضاءة فيك لكن يعني رياليستيك يعني واقعية قدر الإمكان. ال HDRI ديت لا غنى عنها في أي شغل أنت هتعمله، حتى لو هتعتمد على إن الإضاءة تبقى ستوديو لايت، بس برضه هتحس إن أنت محتاج تضيف على HDRI خفيف كده بنسبة معينة عشان توزيع الإضاءة يبان واقعي قدر الإمكان. تمام.
فانا مثلا هختار الاضاءه دي اللي هي اسمها ايرودايناميك ورك شوب وهضيفها. هتلاحظ ان مبيحصلش حاجه لان انا مخلي السترينج صفر من الاول. الرقم دي 1 بين seconds. ده المنتج او القرد ده متنور بشكل مناسب شويه، هتلاقي ليه ظل من هنا، هتلاقي توزيعة الإضاءة عليه شكلها رياليستيك شوية، هتلاقي متنور بطريقة كويسة بضغطة زر واحدة اسمها ال HDR. طيب أنا دلوقتي ما عجبنيش الإيرودايناميك، عايز أغير حاجة، خليني أستخدم ده، هيديني سيت أب إضاءة مختلف كلية اللي أنت شايفه. في طبعا زي تانل هيديني إضاءة بالشكل ده. طبعا كل واحدة HDRI لها إضاءة مختلفة عن التانية، وانت بتشوف المناسبة ليك. دي HDRI اللي انت شايف، لا انا ضايف مصدر اضاءة في السين ولا اي حاجة، ده مجرد HDRI. تمام. طيب جميل. خلينا نضيف دي كده عشان بيبين شوية. ده مصدر الاضاءة بتاعتنا. انا ممكن بقى وانا بعمل انتجريشن ان انا احط مصدر اضاءة اريا لايت بالشكل ده، وارفعه شوية واجيبه في اتجاه روتيشن في اتجاه واي، واجيبه كده شوية، وابدأ انور السين بالشكل اللي شايفه من هنا كده. وطبعا السين مضاء بالزيادة اصلا. تمام. دي اشارات كتير، ودي ممكن تبقى 20 بس. وهنيجي بقى على ال HDRI ونخلي مثلا نص، خليها 25%. جميل. ودي إضاءة، لو أنا خليتها صفر هيبان لك الإضاءة. بص، في مناطق مش واصلها الضوء وده مش حلو يعني. ال HDRI بتكمل لك المناطق المظلمة التانية. تمام. ده كده الإضاءة بتاعتنا. احنا عرفنا ايه ال HDRI، عرفنا ايه بيزك لايتنج نضيفه للسين. المحاضرة الجاية هنتكلم على شوية تكنيكس صغيرة في الإضاءة كده.